السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده ده على ماتش الزمالك الاتحاد السكندري الاول. معاكم محمود عباس في دقيقة كورة. نتكلم في كل اللي حصل في الماتش النهارده يا جماعة. اوريسيو مدرب نادي الزمالك صراحة اثبت ان هو مسك ورق المجموعة. بدأ طبعا في حراسة المرمى محمد صبحي. بدأ بأربعة، لعب المسلوسي يعتبر قلب دفاع. لعب محمد طارق عجبني لعبه قوي قوي، لعيب يعني نبذة كويسة، بيهاجم ويدافع ويرجع، والبدن بتاعه كويس. عجبني قوي اللاعب ده محقق. وحاجة كلمة أحب أقولها، ان فتوح لايق عليه شرط القياده. مش عارف رغم ان هو صغير في السن وكده، بس انا عن نفسي عجبني فتوح في القياده، انه كان بيتكلم، كان بيزعق في في الكلام من ده. لعيب كده عنده حماس، عنده روح كده. مش زي صراحه ما عجبنيش محمد هاني. مش قائد يا جماعه، مش بالسن مش بالسن، ممكن تكون بالسن، لكن دي يا جماعه دي شخصيه. مش اي واحد يبقى قائد، مش شئه ادميه زي ما موجوده في الجيش كده. مش بالقديم، لا، القائد قائد معروفه يعني. مش اي واحد يتقال له قائد. يعني عجبني برضو ان هو كان محرر زيزو، ومحرر اسمه ايه ده، لاعب التاني اللي اللي بيلعب ناحيه الشمال. كان فاتح لهم لعب. كان يعني بدأ يبقى عنده بذرة مجموعة كويسة يعتمد عليهم بشكل ثابت. صراحة نص الملعب كان كويس جدا. كان بيلعب بزيزو، بيلعب كان بيلعب بزيزو، وكان بيلعب كمان بدونجا، وبدي وبيلعب الخط اللي قدام بيلعب الجزيري، كان بيلعب شلب ناحيه اليمين. ونيمار كان كان بيلعبه جناح. فتوتال عامة ماتش كويس جدا جدا. الحكم برضو امين عمر ده عجبني. الحكم ده ما بيحكمش ماتشات كتيره ليه في الدوري يعني. قراراته كويسه، حتى لما لاقي فيه انفعال ومشادات وكلام من ده. مش هتعيل ومش هتمشي زي الماتشات اللي بقالهم 3 4 ماتشات التحكيم فيهم واقع الارض. الماتش ب 20 دقيقه و18 دقيقه وكلام من ده، طرد على طول طرد. انت توجعوا دماغنا، عايزين نلعب كوره ونمشي الدنيا. بس برضه عمل اللي في دماغهم. الشوط الثاني برضه في الدقيقه 70 كل شويه واحد يقع، واحد يغمى عليه، واحد ما تعرفش ايه، واحد ضرب بطلقه، كلام من ده. كانت اللعيبه بتقع برضه بمنتهى تضييع الوقت. بس كانت في عامه كوره كويسه، كوره حلوه. عجبني قوي زيزو في التحركات بتاعته. مصطفى شلبي بيحاول على قد امكانياته، لكن لعيب مش عاجبني جدا. اكيد وساريو ده اكيد هيطالب الاداره او ماسك الاداره دلوقتي انه هيجيب لاعب جناح ايمن على ناحيه اليمين. انا بالنسبه لي اسامه نبيه يبدا اساسي. ده ما بيلعبش ليه؟ مشاكل الاداره بتاع لعبه وبعدين حل المشاكل بعد كده. صراحه عامه ماتش كويس جدا جدا من على جميع الاصعده. برضو الاتحاد السكندري لعب كره حلوه. اللاعب اللي هو ميسي ده ناقصه شويه الفينش الاخير بتاعه. بيعمل كل حاجه في الكوره، لكن اللمسه الاخيره بتاعته هي مش احسن حاجه. عايز شويه يتدرب عليها، عايز يمرن نفسه على اللمسات الاخيره. لكن كورته عامه حلوه، لكن اللمسات الاخيره عنده عشوائيه. عجبني قوي خالد الغندور الكابتن بتاعهم، لعيب كورته حلوه. هو كان يعتبر اخطر لاعب في فريق الاتحاد السكندري. طبعا الكلام الحلو هنقول عليه حلو. في المجمل يعني ماتش كان كويس. نادي الزمالك بذرة امل ان هم عايزين تقريبا يحاولوا يخشوا الكونفدراليه باقل خسائر. وطبعا الجماهير هتبقى مستنيه ماتش الاهلي اللي هو هيعوضهم عن الكوارث اللي حصلت في التدريب، حصلت طول الموسم. وان انت دلوقتي عملت تكتيك، عملت خطه، عملت كلام، حررت لي لعيبه. هيبقى ماتش النادي الاهلي وماتش نادي الزمالك هو هيبقى مصالحه الجماهير للمدرب الجديد ده، لان هو عبل ما ظبط التكتيك بتاعه. عمل يقول اللعيبه اللي عندي الكواليتي بتاعها مش عالي. إيه، وانا عايز اعمل بطريقه معينه، لا انا امسك لي قلم احمر، لا امسك لي قلم ازرق، لا امسك قلم بنفسجي. فقعد صراحه وقع منه ماتشات ملهاش صنف العازه، مع الداخليه، مع اسوان يعني. نقط كتيره ضاعت. ما كانش ما حدش يكلمه. انا لسه بجرب، انا لسه جاي، كلام من ده، رغم انه فريق جماهيري وعارف انه فريق جماهيري وجاي على فريق كبير. فانا بالنسبه لي انه ماتش اللي هو الماتش الكبير اللي هيبقى جاي، اللي هو فاضل النادي الاهلي بعد ما خلص ان شاء الله بطوله افريقيا، اتمنى له طبعا
انه ياخد البطوله، وانا متوقع له ان شاء الله ان النادي الاهلي هياخد البطوله، ان هو هيبقى فيه ماتش جامد جدا سواء من نادي الزمالك او من النادي الاهلي. والنادي الاهلي هيبقى متعطش، وهيبقى النادي الاهلي دي حاجه اللي بتميزه عن جميع الانديه. اللي هو الماتش بين الاهلي وماتش الزمالك، اللي هو الماتش الجاي ان شاء الماتش الجاي ان شاء الله طبعا. في المجمل ماتش كويس جدا جدا. الجون الاول الجزيري. بس اللي نتكلم في لقطة الجون الأول دي صراحة، يعني هي لو كان طلعها ما كانش هتخسر حاجة يعني. أنت هي كده كده كانت يعني ما عجبنيش اللقطة، بس اللاعب قام وكمل. أنا فكرته اتصاب وما كانش يقدر يكمل الماتش، لكن اللاعب استلم الكرة بالغلط. أنا اتضايقت من الجون عامة إنه كمل عليها، واللاعب لما راح يعترض معاه مسكه فيه. إن اللاعب وقع كده وحاسس إن أنا قلت هيتصاب إصابة جامدة ولا كده، ولاعيبة الزمالك كملت فهدف. أنا ما فرحتش في الهدف او حاجه، حسيت ان اللاعب اتصاب جامد، لكن اللاعب استلم الكره بطريقه خاطئ، وهدف عادي جدا جدا ما فيهوش اي حاجه. وانا كنت بقول لكم يا جماعه، انا متاكد ان الجزيري لو اللاعب ده كان وقف على رجله كان خدها منه كان هيضيعها، مش هيجيب الجون بالحلاوه دي وبتشب اللي عمله من جنب تشب ناحيه الشمال. زيزو ما زال بيثبت انه لعيب من احسن لعيبه صناع اللعب في الدوري. في الدوري. الاسيست الثاني على التوالي، كوره حلوه، الفينش بتاعه الاخير ظبطه على الجون بقى، كوره مؤثره. اسيستاته اكتر من رائع. التنوع اللي عامله ساريو في التغييرات بتاعته، ان هو سحب عبد المجيد، ان هو بيقول له ان انت مكانك مش ثابت، مش عشان بتجيب لي جون بتاع بعرضياتك، لا انت عندك اخطاء في غيرك، في لاعيبه ممكن تأدي مكانك. عجبني في اللقطه دي. بس لاعب راح جاي مننا جون. الدفاع بتاع نادي الزمالك عامه ما تقولش، مش عارف، اللعيبه فيه اختراق سهل جدا بعد لما طلع حسام عبد المجيد، برده فيه اختراق سهل. الهجمات كانت بتضيع، كان ممكن الفريق يتعادل بمنتهى السهوله جدا. اللي فيه اختراق في الدفاع بتاع نادي الزمالك وعدم الضغط. يعني اللعيبه يدينا الدقيقه 60، الدقيقه 70 البدني بتاع اللعيبه بتاع الدفاع، لانه بيعمل هجوم، بيطلع الفريق عامه يهاجم ويدافع. لذلك اللعيبه بيستهلكوا بدنيا، واللعيبه الكواليتي بتاعها مش هنقول مش احسن حاجه، لكن لعيبه الزمالك تعبوا من الدقيقه 70. الفريق الثاني لو بدنيا كويس شويه، انا بالنسبه لي الفريق كان هيتعب، وكان صراحه عمل كورتين ثلاثه حلوين، لكن برضه الزمالك ضيع كذا كوره. اللعيب اللي هو لعيب نيمار، سيد نيمار، صراحة سريع وكويس اللعيب ده. وش لازم يروح المنتخب. انا من يا عم فيتوريا، لا اللعيب ده لعيب منتخب، لعيب سريع، كورته كويسه، مهاري، ما يلعبش اصلا جناح، ما يلعبش اصلا، هم كانوا ملاعبينه باك يمين، لكن لا اللعيب ده يلعب نص الملعب متقدم، نفس اللي هو كان بيلعبه فيها فيريرا لما كان بيديله وقت. والمدرب الجديد عمل نفس الكلام ده يثبت، لانه هو ده يعتبر مستقبل نادي الزمالك، وكورته كويسه وكورته حلوه، وعمل كذا كوره للجزيري، بس الجزيري ما ركبش معاه. وبرضه هو جربه لما طلع شلبي صراحه الكوره مش ماشيه معاه. الكوره مش ماشيه معاك يا شلبي بما يرضي الله. آه، بما مش هتكلم عن البطء الشديد في الاستلام او في الباصه بتاعتك او اللمه الثقيله. لانه لاعب طويل وبتاع، تسديداته على المرمى مش اللي هي، الكروسات ما بتبقاش مظبوطه احسن حاجه صراحه. وانا مش عارف انا جاي على اللاعب ده ليه كده، مش جاي معاه سكه. لكن عامة لو اشتغل، لكن هو الموجود. وفي تقريبا اللاعب اللي هو البديل اللي فيه مشاكل، فيه تجديد مش تجديد كلام من ده. فده لحسن حظه، لان اللاعب ده هو اول واحد يتبدل الماتش بما يرضي الله. اول واحد يتبدل هو شلبي صراحة كذا كرة يطلع بها بره الميس باص الكتير اللي عمله، لكن ما فيش. هتقول ايه؟ ما تعرفش. الصراحة يعتبر اللي هو أنا عجبني فتوح في اللي هو دور القيادة اللي كان عامله كلام من ده. وكتوتال يعني الفريق عمل ماتش كويس جدا جدا، فوز كويس للجماهير طبعا تستحق، لأن الجماهير عدت والجماهير بتآزر وتساند مهما عملوا صراحة. يعني جماهير أحسن من رائعة. أنت بتتكلم بقالهم 3 4 قبل الماتشين اللي فاتوا من 3 4 ماتشات تعادل وخسارة تعادل وخسارة. أي فريق، مش أي جمهور مش هيستحمل كل اللي بيحصل مع النادي. ده يدل على الصبر والمعاناه اللي بيعانيها انا جمهور نادي الزمالك بالتحديد. لانه صراحه لو هنتكلم عن الوفاء، فهو الجمهور ده مثال للوفاء، والمدرب اهو صراحه انا مستبشر في خير. المدرب في برضه الجزيره عمل ماتش كويس، ويا ريت يستمر ويبدا موسم كامل يا عم. اشتغل على نفسك، بتلعب ماتش كويس و10. نفس اللقطه دي في الجزيره تروح
ويعمل يعني انت بس صراحه جونين احسن، كويسين، ويا ريت يستمر على كده عشان يبقى المنافسه شغاله شويه. اللعيب بقى اللي هو السنغالي اللي هو جاي ده، يخرب بيت ده، إن اسمه راح مني خالص، الحنكشه اللي بيعملها دي الغريبه، اللي هو الكره تبقى معاه يطيرها، ما تعرفش بيوديها، ما تعرفش هو بيوديها فين اساسا الكره، يعني مثلا تبقى يمين يروح مطورها كده، لعب بدائي وعشوائي صراحه ما عجبنيش. بس كان بيجيب جوان كده وايه. ده كان كل اللي معانا في الماتش. اخو محمود علي في دقيقه كوره، ما تنساش تعمل لي تعليق، اشوفك بتتفرج ولا لا. ولو اتفرجت على فكره في فيديو عامله ملخص للدوريات والله حلو، والله لو خشيت لا يعجبك، وانا قايلها في الدقيقه 10 ايات وبتاع، لو انت دخلت وبصيت يا مؤمن على الطلاق لا يعجبك، بكلمني بعدين لو ما عجبش الفيديو مش حلو. سلام وانا همسح.